ابني اللي حصل زي ما يكون حصل امبارح، ما بنساش منه ولا كلمه. اللي حصل انا مقيمه في الغردقه، احنا كلنا مقيمين في الغردقه انا وجوزي وعيالي. بنتي اتجوزت هنا ابن عمتها في بهتين. بنتي معاها ياسين تانية اعدادي، ومعاها تقى سنه 5، ومعاها محمد سنه تانية ابتدائي ولا تالتة ابتدائي. بنتي حامل، كانت حامل في 5 شهور يعني في اول السادس. لقيتها تطلبني يوم بالتحديد يوم 28/9 الساعة حوالي 11 بالليل أو 10 بالليل. يا ماما أنا تعبانة. قلت لها خلاص يا حبيبتي أنا هركب وأنزل لك دلوقتي. قالت لا ما تنزليش، أنا رايحة أكشف، أحمد راح يكشف عليا جوزها وهشوف الدكتور هيقول لي إيه وهقول لك يا ماما. قلت لها ماشي. الساعة حوالي 11 لقيتها بترن عليا، يا ماما أنا العيل مات في بطني. قلت لها خلاص يا حبيبتي. عملت إشاعة، الدكتور كشف عليها وعمل لها إشاعة. عملت إشاعة عند الدكتور تاني؟ في المركز ومعانا الإشاعة. قالت لي يا ماما العيل مات في بطني. قلت لها يا حبيبتي في داهية، أنا هركب دلوقتي وأجي لك. ركبت يوم 28/9/2022. وصلت هنا الساعة 6 الصبح يوم 29/9. وصلت الصبح، جيت لقيت بنتي تعبانة. جينا ننزل نروح للدكتورة اللي كشف عليها، قالوا لنا ده الدكتورة راحت عمرة، سافرت عمرة. طب يا جماعة الدكتورة نهال وبعد ما جت من السعودية وعرفت موضوع بنتي ادتني جواب مختوم من عندها ومكتوب ان بنتي ما كانش ينفع تخش عمليات لان الهيموجلوبين بتاعها كان 8%. ومعايا الجواب مختوم منها. المهم ايه، رحنا الجيران والحباب ومش عارف ايه، انا ما اعرفش حد هنا، ما اعرفش حاجه، وجوزها كان في الشغل. قالوا في دكتوره في الحته الفلانيه. رحنا لها، دكتوره جيهان شندي، وكل كلمه بقولها على مسؤوليتي. دكتوره جيهان شندي اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيها. رحنا جيهان شندي دي العياده بتاعتها شفت السجن. احنا رحنا لقينا عياده مفتوحه من ناحيتين، الباب ده حديد والباب ده حديد، ويكلموك من ورا الحديد، يلفوا يكلموك من الناحيه الثانيه. احنا مش عارفين ليه، ما عرفناش ليه الا بعد ما حصلت الكارثه فينا. عرفنا ان قبل بنتي كان في 3 4 نفس الموضوع، وعشان كانوا بيروحوا يتهجموا على العياده هم عملوا الباب ده حديد. دي مش اول وقعه؟ لا مش اول وقعه، بس احنا مش عارفين نوصل ولا الواقعه منها. انا بحكي لحضرتك اهو. دخلنا، احنا ما نعرفش بقى، دخلنا كشفت عليها، قال ده الوضع كذا 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 كذا. قلت لها طب يا دكتوره بنتي بتولد قيصري. قالت طب وليه نفتح؟ قلت لها لا انا بقول لك افتحي قيصري. بنتي والده 3 قيصري، حتى لو العيل طبيعي برضه نازل صاحي وفي ميعاده هينزل برضه قيصري. بنتي ما بتولدش طبيعي. قالت لي خلاص طالما انتوا حرين عايزين قيصري خلاص براحتكم. لقيت لي واحده من العياده عندها اسمها ناديه، الحاجه ناديه اللي عمرها ما حجت، وان شاء الله تشوف عيالها وعيال عيالها وحسب الله ونعم الوكيل فيها. لقيتها بتقول لي اوعي الدكتوره تعمل في بنتك كده هتبهدلها، بنتك هتتبهدل. قلت لها لا يا دكتوره انا عايزه قيصري بس والنبي. اوعي تقولي لا تقطعي عيشي. قلت لها لا يا حاجه مش هقول. اديتها اللي في النصيب. المهم الدكتوره جت راحت مديها لبنتي، بتقول لي انا عايزه برشام حاجه اسمها موزوتات. قلت لها طب اكتبي لي الروجيتا، اكتبي لي وانا انزل اجيبه. قالت لي لا 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 ده انا عندي اللي هتجيبيه المصري، انا عندي المستورد، انا اديها حبايه مستورد واتفرجي. دخلت جابت حبايه من الثلاجه اللي عندها في الاوضه في اوضه الكشف، دخلت جابت الحبايه وادتها لبنتي ونزلت فيها معرفش راحت فين. بنتي ما فيش نص ساعه بقت تتنطط في قلب العياده زي الفرخه المذبوحه. طلعت لهم بره، كانت في واحده قاعده على الريسبشن اسمها مس نوره. قلت لها يا مس نوره شوفي لي الدكتوره بنتي تعبانه قوي. قالت لي ما تخافيش يا حاجه، لو نزل عليها دم او نزل عليها ما تخافيش. بنتي ولا كانت عندها نزيف ولا راحت لها بنزيف زي ما هي قايله في المحضر. بنتي مش رايحه بنزيف، بنتي رايحه بتضحك وبتهزر وبص ما فيش اي حاجه. المهم ايه، بنتي لو نزل عليها دم ولا نزل عليها ميه زي ما هم قالوا حاجه، هي جت قالت لها ما تخافيش مش عارف ايه، يلا لبسوها الجون بتاع العمليات. لبستها الجون بتاع العمليات، اوضه العمليات كده، والاوضه اللي انا كنت قاعده فيها انا وبنتي كده مفيش خطوتين. بنتي زي ما كان قلبها كان حاسس. دخلت العمليات وراحت طالعه تاني، يا ماما انا
تصلي، هي ما كانتش بتسيب فرض، وعشان هي بتاعت ربنا، ربنا مش هيسيب حقها. انا عشان في ربنا كبير. ماما انا عايزه اصلي. قلت لها حبيبتي هتصلي ازاي وانت كده؟ قالت لا يا ماما انا هخش اتشطف واتحفظ واصلي. قلت لها خش يا بنتي. صلت، دخلت العمليات، راحت راجعه تاني في ساعتها. بنعمه لاختها، انت هتسيبيني اخش حافيه؟ انت عارفه انا ما بحبش امشي حافيه. قلت لها هات الشبشب لاختك. دخلت وطلعت لجوزها، يا احمد انا عمري ما عملت فيك حاجه تغضبك ولا عمري غضبت ربنا، ادعي لي يا احمد. وراحت داخله، ما فيش ربع ساعه بالظبط اوضه العمليات اتقفلت، قفلوها ضبه ومفتاح. فبقول لها اللهم قفلوا الاوضه دي ليه يا بنتي؟ تعالي نلف يمكن في باب تاني للعمليات. واحنا بالفعل لقينا باب تاني طرقه. لقيت الموضوع مش مظبوط، في حاله ربكه، في حاله ربكه. انت داخله انت ودكتوره البنج جوه، ما كانش دكتور زي ما هي كاتبه في المحضر، كانت دكتوره بنج كاتبه في المحضر ان كان معاها دكتور بنج. لا هو ما كانش دكتور بنج، انا اللي قاعده وشايفه. والله يا رب ما في كلمه كده. يعني تغيير النوع ده ممكن يكون اصلا ده مش دكتور بنج، ممكن يكون ده. ما انا هقول لك هي داخله ودكتوره واحده معاها جوه. فوجئت لقيت الاوضه دي كل شويه دكتور يجي يخش، كل شويه دكتور يجي يخش. هي اتربكت جوه. ما فيش ربع ساعه طلعت لي قالت لي يا حاجه انا شديت ايد ورجل والبنت ازرقت والقلب وقف ودكتور البنج وقف كلها. قلت لها شديتي ايد ورجل منين؟ انت شديتي ايد ورجل منين؟ انا قايله لك قيصريه يا دكتوره، انا قايله لك قيصريه. قالت لي بقول لك ما تعليش صوتك، انا عندي زباين هنا ما توقفيش حالي. قلت لها طب خشي ساعدي بنتي. دخلت وطلعت ما فيش ربع ساعه قالت لي يا حاجه كل حاجه في بطن البنت فرقعت. قلت لها ازاي كل حاجه في بطن البنت فرقعت؟ ايه كل حاجه في بطن البنت فرقعت دي؟ اسعفيها. قالت بنتك لازم تروحي العنايه المركزه في الدمرداش. ازاي كل حاجه فرقعت يعني؟ مش عارفه. بنته منتهى الصلاحيه ولا ايه؟ مش عارفه. لازم تروحي الدمرداش. قلت لها طب شوفي الصح اعمليه. هي بتقول وعربيه الاسعاف واقفه تحت، هي مرتبه نفسها من جوه والدكاتره اللي جابتهم ورتبوا نفسهم. عربيه الاسعاف كانت جاهزه تحت، هي من جوه طلبت وجابت وخد بالك واسال. والدمرداش ما بيخشهاش اي حاله انها يعرفوا يدخلوا العنايه كده على طول. انا قلت انزل استنى بنتي تحت، ده غير كده يا رب انا قاعده اول التلج داخله، جرادل طالعه تتفضى في الحمام. انا مش شايفه ده كله ايه، مش شايفه ده كله ايه. اتاري ده كله نزيف. بنتي بتنزف سابتها تنزف من الساعه 1 الظهر للساعه 5 اخر النهار. طب انت شفتيها وقطعت الرحم وعملت اللي عملتيه. شيل الرحم. هي مش عارفه بنتي خدت 17 كيس دم و6 بلازما ما حوقوش الدم. عما هي ياخد دم من فوق الدم ينزل من تحت، دم من فوق الدم ينزل من تحت. بنتي طلعت لي في منظر الهي ما حد يشوفها يا رب. بنتي طلعت في منظر مش هي، مش دي اللي انا لسه مدخلاها من ساعتين 3. بنتي طلعت زي ما امها ولدتها ملفوفه ملايات، كل حته في جسمها خراطيم. كنت اركب معاهم الاسعاف بيزقني، قلت لها ما تزقنيش انا اقعد مع بنتي. طلعت قعدت مع بنتي في الاسعاف ماسكه بنتي كده. والله يا رب الدكتوره من ساعه ما طلعنا من عندها من العياده لحد ما وصلنا الدمرداش وهي بترجع. الدكتوره اللي بترجع مش نهضه، عماله ترجع، ده خوف وانا ما اعرفش. كل ده مفهمانه ان العيل اللي مات هو اللي عمل كده. انا ست معلش مش هقول لك انا جاهله، انا ست لا افقه شيء في الطب، انا ما اعرفش حاجه في الطب. بنتي راحت دمرداش فوط الوش دي فوطين 2، الفوطه متطبقه 4/4 فيهم تلج حشاهم لها في الرحم عشان الدم يقف، عشان النزيف يقف. الدم اتجلط طلع على المخ. ده لو دكتوره 3 ساغ، لو دكتوره تحت السلم. انت في جلطه في حق بتصحي الجلطه في ساعتها هاتي واديها. بتلاقي حاسبين انت ما رحمتناش، انت خدت مننا 7000 جنيه ولما عرفت ان الحاله انتهت في ايدك طلعتي قلت في 1700 جنيه تحاليل عشان اللي كانوا
بيحللوا عشان يتبرعوا بالدم. بعد ما الحاله ماتت كمان ما وانت عارفه ان بنتي ميته في ايدك جوه. المهم نزلتها بنتي من ساعه ما نزلت من عندها عينيها ما فتحتش لحظه. تقرير المستشفى الدمرداش كاتبه ان البنت جايه عندها سكته دماغيه. دكتور الدمرداش ما كانش راضي يقبلها، حط ايده هنا كده ما كانش راضي يقبلها. ما تعرفش قالت له ايه اللي حصل. راحوا واخدينها على فوق. قعد في العمليات من الساعه 11 بالليل للساعه 6 الصبح. فتحوا لها بطنها استكشاف، شالوا لها الرحم. الاخر الدكتور بتاع الدمرداش قال لي يا حاجه ده كان نظرها راح. واحده داخله تعمل قيصري. ايه اللي يوصلها للكلام ده كله؟ ايه اللي يوصلها للكلام ده كله؟ ولامتى هنفضل نقول اهمال طبي؟ لامتى؟ لامتى الكلمه دي هنفضل نسمعها؟ حرقه قلب ام على عيالها، حرقه عيال على امهم، خراب بيت. هي ما خربتش بيت بنتي بس، هي خربت بيتنا وخربت بيت بنت ابوها من ساعتها بين الحياه والموت. هي بهدلتنا كلنا. عشان ايه؟ اخلف واربي واكبر واجهز واجوز، والاخر تيجي دكتوره اهمال طبي، قلم بيكتب اهمال طبي. شوفوا كم حاله اهمال طبي لغايه دلوقتي، شوفوا كم حاله وكلهم شباب. لو في حل بس اتاخد او في قرار بس صح اتاخد مع حاله اهمال طبي الكل هيخاف. انما هي كل حاجه بقت ايه؟ اقل حاجه بتتسجل ايه؟ اهمال طبي. الام ماتت والعيال اتيتمت والبيت اتخرب، اهمال طبي. معايا صوره بنتي في قلبي وفي عينيا ما بتروحش. بنتي ايه؟ بنتي تحزن عليها العمر كله ولا لا؟ ده حرام ولا حلال؟ يا رب. لما طلبت الولد ده انا جيت بقى بعد ما بنتي ماتت قلت لها طب خلاص اديني بقى العيل، الامانه بتاعتي احطها جنب امها. قالت لي بكل بجاحه على التليفون عيل ايه؟ انا رميته خلاص، انا رميته في النفايات. هل هي من حقها ترميه؟ رميته. قلت لك هو اتقطع رميته. ايه اتقطع؟ انا مش عارفني انت رميتيه ولا ودعتيه ولا وديتيه فين. يا سيدي انا معايا قريبتنا من كام يوم عملنا لها العيل برضه مات في بطنها او في 3-4 شهور. والله حب الدم بس بالطخان شويه. الدكتور ربطه مننا في الكيس وقال الامانه بتاعتكم اهي. عيل 6 شهور قول 5 شهور اتخلق والاخر كاتبه في المحضر ان العيل ميت في بطن امه بقاله 2 شهر. طب لو انت دكتوره ومش فاهمه الناس اللي بتسمع، في عيل هيموت في بطن واحده 2 شهر وهتفضل عايشه؟ مش ممكن كاتبه كده. فين الحكومه؟ هي عشان هي واصله، عشان جيهان شندي واصله باخوها خالد شندي ومحمد شندي وهاني شندي، عشان هم واصلين، عشان هو في نفوذ جيهان شندي وخالد شندي ده ومحمد شندي جولي البيت بعد 5 شهور من موت بنتي، جايين يعرضوا علينا كل واحد 25,000 جنيه انا وعيالها. وعايزه تاخد العيل تعال خد ادفني. قلت له اخد ادفنه بعد 5 شهور. يقول لي ما كانت حاطه لك في برطمان. ليه حاطه لي في برطمان؟ قلت له حاطه لي في برطمان ازاي؟ كانت هي بتقول لي اتقطع واترمى في النفايات وهي اصلا ما عندهاش غرفه نفايات. انا رحت جبت اداره العلاج الحر جبتها لها. المكان اللي بنتي ولدت فيه مش مرخص، المكان اللي بنتي عمل لها العمليه فيه مش مؤهل، اللي مكتوب على اليافطه بره غير اللي مكتوب عندهم. هي عشان هي دكتوره واهلها واصلين وناسها واصلين وجوزها عيد العطار بتاع مستشفى ناصر الاطفال واصله من كله. انا اروح فين بقى بين الناس دي؟ انا طالبه عدل ربنا، انا مش بفتري على حد ومش بتجنى على حد، انا طالبه عدل ربنا، طالبه عدل بنتي. كل واحد 25,000 جنيه. رحت
رحت شمعت لها العياده 3 مرات عشان اشمعها النهارده بعدها بيومين تتفتح. اشمعها النهارده بعدها بيومين تتفتح. يوم ما القضيه اتحفظت، يوم ما قضيه بنتي اتحفظت ده جابت عجل وذبحته وفرقته. ما معاها فلوس، جابت عجل وفرقته ان هي ظلمت عيله وظلمت 3 اطفال يتمتهم ودفنت امهم ورمت ابنها. جابت عجل وفرقته. وانا طلبت اخوها خالد شندي وقلت له اختك جايبه عجل، يقول لا ده جايبه عجل وذبحها عشان الافتتاح بتاع العياده. تروحي فين من ربنا؟ هتروحي فين من ربنا؟ الهي وانت جاي السنه الجايه يجيبوا عجل يفرقوها على روحها هي ان شاء الله، على ان حتى لو جابوا مليون عجل هي برضه ما خدش عند ربنا. قولوا لي اوصل فين؟ قولوا لي اوصل لمين؟ اروح لمين؟ اقول يمين يا جماعه، اقول يمين، اقول يا رئيس الجمهوريه، اقول استغاثه رئيس الجمهوريه، لوزاره الداخليه، لوزاره الصحه، لمديريه الامن، اقول اوصل فين؟ قولوا لي اوصل فين؟ اوصل فين اجيب حق عايزه حق بنتي. انا مش عايزه فلوس، انا مش عايزه فلوس، عايزه حق بنتي، عايزه حق بنت عيالها اللي اتشتموا، عايزه حق بنتها اللي اتخرب، عايزه حق حرماني انا من بنتي. دي كانت الكبيره بتاعتي، دي كانت الكبيره. اول ما سمعت يا ماما سمعت منها هي كانت فيها حنيه مش قادره اقول لك عليها. بنتي دي كان عندها حنيه مش قادره اقول لك عليها، عشان هي حرام ده ولا حلال؟ حد يرد عليا، حد يريحني، حد يراعي ان انا ام وقلبها الحرق على الله. وانا اللي بص، انا اللي مجني عليا، باجي من اخر الدنيا وادفع فلوس هنا وادفع هنا ومحامين هنا، وهي قاعده ومزاجها تمام وبتذبح عجل وبتفرقه ومزاجها تمام عشان عملتها مره واثنين وثلاثه ومحدش حاسبها ولا غيرها حد حاسبه ولا غيرها حد حاسبه. خشوا على النت وشوفوا كام حاله اهمال طبي، كلها بتنتهي بايه؟ اهمال طبي، كلها بتنتهي بكلمه اهمال طبي. عرضوا عليك تعريض كبير يأمن المستقبل، ولا محدش يأمن مستقبل عيالها الا هي. ما كانش حد في الدنيا، ولا الفلوس ما بتأمنش مستقبل. عمر الفلوس ما بتأمن مستقبل. اللي يقول لك فلوس بتأمن مستقبل غلطان. حماية الأم ومراعيتها لعيالها ورضاها هي دي اللي تأمن مستقبلها. هم حرموني من بنتي وموتوها، هي حرمتني من بنتي وموتتها. ألجأ لمين بعد ربنا؟ أنا أول حاجة بلجأ لها ربنا. 3 عيال اتشتموا ليه؟ والآخر أقول لك اديني العيلة تفين، تقول أنا رميته عشان إيه ترميه؟ هو ابن حرام، هو ابن حرام، دمه ما بيسيبش فرد، وأبوه راجل ما بيسيبش فرد. إخواته ال3 يصلوا أبوهم بيصلوا قدام كده وهم وراه، هم وأمهم. بيت أسرة كانت عايشة في أمان الله، أسرة كانت عايشة في أمان الله. لما تيجي واحدة زي دي تدمر الأسرة وتدمر أهلها ودمرتنا كلنا. هي ما دمرتش بيت بنتي بس، هي دمرتنا كلنا، دمرتنا كلنا. قولوا لي ألجأ لمين؟ قولوا لي ألجأ لمين؟ أنا مش عايزة حاجة. ما جم لحد عنده عرضوا عليا فلوس، بس أنا أبويا رباني اللي يجي بيتي حتى لو غلطان فيا ياخد واجبه ويمشي. هم خدوا واجبهم ومشوا عشان انا ما شفتش حد فيهم. انا نفسي اشوفها هي، انا نفسي اشوفها هي، انا نفسي يقابلوني بيها اواجهها، اواجهها اقول لها ليه عملت في بنتي كده؟ عملت فيك ايه؟ كنت اعرفها من امتى؟ واللي اسمها الحاجه ناديه دي حسبي الله ونعم الوكيل فيها، عشان هي قالت لي بنتك اتبهدلت جوه، بنتك بهدلوها في اوضه العمليات جوه. لما جيت اطلب استشهاد شهاده الحق قلت لي لا ده انا عيش هينقطع. لقمه العيش اللي تيجي بخداع مش لقمه عيش، ده لقمه سم تنزل تهرب بطنها، ده سم ينزل يهرب بطنها. لقمه العيش ايه اللي تيجي بكتمان الحق كده؟ كتمان الحق ده وحش هتحاسب عليه عند ربنا. انا لجأت للدنيا بحالها، مش عارفه الجأ لمين. انا اولا واخيرا انا بلجأ لربنا، ورفعت قضيه بنت الرب السما اللي بيغفل ولا بينام. قبل ما نختم نواشف لو جبت الله وحشتني